السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا حبايبنا طلاب أولى ثانوي، النهارده إن شاء الله معانا بداية الدرس الثاني وهو مصادر دراسة الحضارات. طبعا الدرس الثاني في مادة التاريخ إن شاء الله في الحصة دي هيشرح كامل في حصة واحدة عشان تذاكر الدرس على بعضه، وبعدين نحل عليه من كتاب الامتحان إن شاء الله، وبرضه ممكن نحل كمان من كتب تانية أخرى. ولكن أول حاجة نسمع الشرح كويس ونفهم كويس، تطلع وراء الاستنتاجات. معاك الحاكم في التاريخ الأستاذ سامح الوكيل، ركز معايا كويس جدا، هتسمع الحصة مفيش سؤال مش هتعرف تحله، كل الاسئله ان شاء الله هتعرف تحلها على النظام الجديد، والاستنتاجات ونواتج التعلم كل الكلام ده هتفهمه وانا بشرح، هفهمه لك جزئيه جزئيه وافهمها كل حاجه. ركز معايا وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التعليقات، وخد ثواب واحنا كمان ناخد ثواب، ويلا بينا على الشرح بتاع النهارده. ورجعنا تاني يا شباب وقلت لكم هنشرح الدرس الثاني في ماده التاريخ اولى ثانوي، مصادر دراسه الحضارات. هتيجي تقول لي يعني ايه يا استاذ مصادر دراسه الحضارات؟ مصادر دراسة الحضارات يعني احنا بنجيب معلوماتنا عشان ندرس الحضارات منين؟ تمام؟ ايه الكتب اللي احنا بنجيب منها؟ فالمصادر نوعين، هنعرف انواع المصادر النهارده، مصادر اوليه ومصادر ثانويه، ونعرف بقى التفاصيل معانا. يبقى عرفت عنوان الدرس اصلا بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على المصادر اللي انا بجيب منها المعلومات بتاعتي. المصادر دي نوعين اتنين، مصادر اوليه ومصادر ثانويه، تمام كده؟ يبقى عرفت الدرس بيتكلم على ايه؟ عرفت يعني ايه كلمه مصادر دراسه الحضارات؟ يعني الكتب اللي احنا بنجيب منها المعلومات بتاعتنا واحنا بندرس واحنا بنقرا واحنا بنعمل بحث معين، معلوماتي بجيبها منين؟ من مصادر. تمام؟ ايه هي بقى المصادر؟ ده عنوان الدرس بتاع النهارده. تعالى بينا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في البدايه كده، وتعالى نشوف الدرس بتاعنا بيتكلم على ايه. اول حاجه مصادر دراسه الحضارات نوعين اتنين زي ما انت شايف كده، هما نوعين اتنين، مصادر اوليه ومصادر ثانويه. يعني مصادر اوليه ومصادر ثانويه. وخلي بالك المصادر الثانويه لها اسم تاني، اسمها مراجع. يعني المرجع هو المصدر الثانوي، تمام كده؟ المرجع هو المصدر الثانوي، او مصادر ثانويه او مراجع. يبقى كلمه مراجع لو لقيتها في سؤال او لقيتها في الاختيارات، تمام، مراجع يبقى يقصد المصادر الثانويه، تمام كده؟ طيب تعالى نعرف ايه الفرق بين المصادر الاوليه والمصادر الثانويه. المصدر الاولي زي مثلا الحاجات اللي احنا هندرسها في الدرس، الاثار، النقوش، البرديات، الاسطوراكه، النقود والمسكوكات وكتابات المؤرخين القدماء. طبعا دول 6 نقط هندرسهم اصلا في الدرس، هو ده الدرس بتاعنا. زائد المصادر الثانويه زي كتابات الفلاسفه والاساطير وكتابات الشعراء، 3. يبقى انت عندك هنا 6 وهنا 3، مصادر اوليه مصادر ثانويه. تمام؟ الدنيا سهله خالص اهي، هنعرف التفاصيل مع بعض. تعال نعرف ايه التشابه وايه الاختلاف بين المصادر دي اصلا. اول حاجه ايه اهميتهم؟ وخلي بالك انا ممكن احط تشابه واحط كلمه ايه تشابه في الفقره اللي جايه دي، هفهمك ازاي. هو بيقول لك ان هو من انتاج الانسان نتيجه تفاعله مع البيئه. يبقى انا لما اقول لك الاثنين ناتجين عن تفاعل الانسان مع البيئه، الاثنين الانسان هو اللي عاملهم. يعني الانسان هو اللي عامل المصادر الاوليه، وبرضه هو اللي عامل المصادر الثانويه، تمام كده؟ هو مين اللي كاتب المصدر الاولي؟ ما هو الانسان. ومين اللي كاتب المصدر الثانوي؟ برضه ما هو الانسان. يبقى هناك تشابه بين المصدر الاولي والمصدر الثانوي، ان الاثنين من انتاج الانسان. خلاص؟ يبقى ده ممكن اسميها تشابه، تشابه. يبقى التشابه الاولاني الاثنين من انتاج الانسان. تاني حاجه، يعدان مصادر لتوثيق المعلومات والاحداث التاريخيه وسردها. دي تشابه التاني، يبقى ده تشابه كمان مره. الاثنين مصادر لتوثيق المعلومات التاريخيه. يعني المصدر الاولي بيوثق المعلومات التاريخيه، وبرضه يا معلم المصادر الثانويه بتوثق المعلومات التاريخيه. امال هو المصدر الثانوي او المرجع ده ايه؟ ما هو بيوثق برضه المعلومه التاريخيه. لا غنى عنهم الاثنين في دراستي في التاريخ او الدراسات، لا غنى عن الاثنين بستخدمهم، ولكن في فرق بين الاثنين. تمام؟ حتى يقول لك بدونهما يصعب التوصل الى الحقائق التاريخيه ودراستها. حلو كلام. يبقى انا عندي الثلاثه دول مكتوبين في الكتاب اهميتهم، وفي نفس الوقت انا بقول لك هتكتب جنبهم تشابه. يبقى هناك تشابه بين المصادر الاوليه والمصادر الثانويه. زي ايه؟ الاثنين لا غنى عنهم في دراسه اي دراسات بتستخدمها، دراسات تاريخيه مثلا. الاثنين بيدوني معلومات وتوثيق تاريخي. الاثنين من انتاج الانسان. يبقى ده تشابه، عندك 3 تشابهات، تمام كده؟ ولكن الاختلاف هقوله لك بالمره في الفقره دي بس عشان ايه؟ تبقى عندك المعلومه كامله. ايه الاختلاف بين المصدر الاولي والمصدر الثانوي؟ تعالى كده الاختلاف، طلع معايا الاختلاف ان المصدر الاولي ده اكثر دقه. يبقى المصدر الاولي
بيعتبر ايه؟ اكثر دقة من المصدر الثانوي. اكثر دقة من المصدر الثانوي. يعني المصدر الاولي اكثر دقة من المصدر الثانوي. ليه؟ لان المصدر الاولي عاصر الحدث. المصدر الاولي دي الحاجة اللي اتكتبت وقت وقوع الحدث، فهي مرتبطة بالحدث. يبقى المصدر الاولي عاصر الحدث، فهو اكثر دقة من المصدر الثانوي. هتقولي طب ما المصدر الثانوي يا استاذ اتكتب امتى؟ المصدر الثانوي ده هو اتكتب بعد وقوع الحدث بسنين طويلة. وانا حتى بكتبه بروح اعتمد على المصادر الاوليه. يعني وانا بكتب المصدر الثانوي بروح اجيب مصادر اوليه واكتب منها، ولكن كتب بعد وقوع الحدث بفتره طويله. يبقى مين فيهم اللي مرتبط بالحدث؟ المصدر الاولي. يبقى هنا اقدر اقول لك ان المصدر الاولي هو الاكثر دقه من المصادر الثانويه. حلو، يبقى ده يكسب في النقطه دي. يبقى المصدر الاولي رقم واحد، مكسب للنقطه دي هنا، اكثر دقه تمام من المصدر الثانوي. تاني حاجه، ولكنه ها نادر الوجود. يعني قليل، مش موجود. يعني انا علشان اجيب مصدر اولي ما بلاقيهوش، يبقى ببحث كتير على مدور الاقي مصدر اولي. اما المصادر الثانويه متوفره. يبقى ولكنه نادر الوجود في حين وفره المصادر الثانويه. المصدر الثانوي ده يا معلم بقى متوفر. متوفر على طول موجود. يعني اي مصدر ثانوي او المراجع هتلاقيها موجوده في كل حته. يبقى المصادر الثانويه او المراجع موجوده على طول بوفر. اما المصدر الاولي صعب انك تلاقيه. تمام، لان دي كتب قديمه اللي هي امهات الكتب، فهي دي كتب قديمه صعب انك تلاقيها في الفتره اللي احنا فيها دي. اما المراجع متوفره، تلاقي المصادر الثانويه متوفره بوفره في اي مكان هتلاقيها موجوده. خلاص، يبقى ده فرق كده بين المصادر الاوليه والمصادر الثانويه. يبقى المصادر الاوليه اكثر دقه من المصادر الثانويه. السبب لانها عاصرت وقوع الحدث. لانها عاصرت وقوع الحدث، مرتبطه زمنيا وتاريخيا بالحدث. يبقى المصدر الاولي نقدر نقول برضه ان المصدر الاولي ماله؟ مرتبط زمنيا وتاريخيا بالحدث. بالحدث يعني مرتبط بالحدث لانه كتب وقت وقوع الايه؟ الحدث، او عاصر الحدث، او شارك في الحدث. فعشان كده هو مصدر اولي وبيكون اكثر دقه. تمام كده؟ خلاص فهمنا الجزئيه الاولانيه. تعالى بقى نخش على المصادر الاوليه وناخد مصدر مصدر مع بعض كده، والدنيا سهله جدا وما فيهاش اي مشكله. المصادر الاوليه يقصد بها هو كتب كل ما كتب ونقش زمن وقوع الحدث. فلما اجي اقول لك زمن وقوع الحدث يعني مرتبط بالحدث. مرتبط بالحدث. الارتباط ده ارتباط ايه؟ ارتباط زمني او ارتباط تاريخي. ارتباط زمني او ارتباط تاريخي لانه ارتبط بالحدث. مميزاته اكثر دقه. يعني هو بيقول لك اكثر دقه من المصادر الثانويه لانها معاصره للحدث، اللي احنا لسه قايلينها، ما هي مميزاتها سهله. اول حاجه الاثار. طيب تعالى نحل السؤال ده الاول مع بعض كده. بيقول لك تتشابه المصادر الاوليه مع لدراسه الحضارات مع المصادر الثانويه. انا عايز تشابه. احنا لسه قايلين التشابهات، الاثنين من انتاج الانسان، الاثنين لا غنى عنهم في الدراسات التاريخيه، الاثنين بيدوني توثيق للمعلومات. طيب استخدامهم في التوثيق التاريخي الاثنين طيب ماشي، اركن دي دلوقتي. توافرهما وسهوله حصول، لا الاثنين لا. معاصرتهما للاحداث الاثنين لا. دقتهم في تناول الاحداث الاثنين لا. المصدر الاولي ادق. يبقى خلاص، يبقى الاجابه الف. استخدمهم في التوثيق التاريخي. الاثنين بيستخدموا في التوثيق التاريخي زي ما احنا لسه قايلين من شويه. تعالى كده اول حاجه يا جماعه الاثار. الاثار، الاثار نوعين اتنين. بص، اثار قائمه واثار مدفونه. الاثار القائمه اللي هي الموجوده قدامك دي اللي هي المعابد والاهرامات. فدي بيقول لك المصادر هي تعد المصدر الاساسي لدراسه الحضارات، وتشمل جميع البقايا الاثريه القائمه. مثل قائمه زي المعابد والاهرامات. قائمه يعني موجوده قدامك، تمام، موجوده على سطح الارض، موجوده قدامك قائمه. مثل المعابد او الاهرامات او ابو الهول او التماثيل الموجوده فوق سطح الارض. فدي اثار قائمه. في اثار تانية بقى مدفونه. مدفونه تحت الارض. دي بقى اللي احنا بنطلعها مع مرور الوقت. بنلاقي مقبره، بنلاقي مقبره ملك، واحد يحفر تحت البيت يلاقي اثار. تمام، فالحاجات دي بتبقى مدفونه، فعشان كده بنسميها اثار مدفونه اهي. ده النوع الثاني. وما يتم العثور عليه في الحفر، اهو احنا بنحفر. في حين لاخر من الاثار مثل التماثيل. يعني انا ممكن لما احفر هلاقي تماثيل، ممكن الاقي مومياوات، ممكن الاقي تمائم. تمائم زي الصوره اللي قدامك دي كده، ودي الموميا اهي،
ودي تماثيل. الحاجات دي ممكن نلاقيها تحت في المقابر. لو الدوله اكتشفت مقبره، واحد حفر تحت البيت لقى مقبره، واحد بيحفر في مكان لقى مقبره، الدوله اكتشفت مقابر جديده. ممكن السنه الجايه نلاقي مقابر، ممكن السنه اللي بعدها، ممكن كمان 100 سنه نلاقي مقابر، الله اعلم. تمام. ولكن يبقى اللي بيديني معلومات بشكل مستمر عن الحضاره المصريه، ها، اللي بيديني معلومات بشكل مستمر عن الحضاره المصريه، حتى ممكن في المستقبل يديني معلومات، هي الاثار المدفونه، اللي هي التماثيل والتمائم والمومياوات. التماثيل والتمائم والمومياوات، اي واحده من الثلاثه في الاختيارات بتختار، بتديني معلومات عن الحضاره المصريه حتى مع مرور الزمن، حتى في المستقبل. ان هي بتديني معلومات ممكن كمان 100 سنه اعرف معلومات انا ما كنتش اعرفها، لان انا ممكن احصل على مقبره مثلا كمان 100 سنه، اشوف الكلمات اللي عليها او احصل على معلومه جديده عن الحضاره المصريه. تمام. احصل على مقبره ملك ما كانش موجود في التاريخ اللي عندنا، يبقى انا كده اكتسبت معلومه جديده. بس الكلام ده مع اكتشافي للمقابر، مع الاثار المدفونه مش القائمه، المدفونه، فدي بنسميها كده اثار مدفونه. اثار ايه؟ مدفونه، اللي هي ايه؟ التماثيل والمومياوات والتمائم. التماثيل والمومياوات والتمائم. تمام كده. تعالى بقى نخش، ده بالنسبه للاثار. وعلى فكره الاثار اهم مصدر اولي، اهم مصدر اولي. طيب بعد كده النقوش. بص بقى، النقوش من النقط المهمه جدا 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 جدا. النقوش يا جماعه هي اي حاجه اتناقشت، يعني حاجه كتب على مثلا على حجر، كتب على معدن، كتب على اي حاجه صلبه، فدي بنسميها نقوش. والنقوش نوعين اتنين، نقوش غائره ونقوش بارزه. نقوش غائره ونقوش بارزه، سهله خالص اهو. نقوش غائره ونقوش بارزه. ايه النقش الغائر؟ النقش الغائر اللي هو النقش اللي انا بحفر فيه في الحيطه، يعني بمسك القلم ده كده وانقش في الحيطه نقش، فده غائر داخل لجوه. اما النقش البارز اللي هو البارز لبره، تحط صبعك كده تلاقيه بارز لبره. فهمت؟ يبقى في نقوش غائره ونقوش بارزه لبره. تمام كده. تعالى كده معايا واحده واحده. يبقى النقوش هي الرسومات والكتابات المدونه على مواد صلبه زي الحجر والرخام والخشب والصلصال والمعادن والبرونز وغيره. ما علينا. النقوش يا معلم نوعين، نقوش غائره زي حجر باليرمو، ونقوش بارزه زي صلايه الملك مينا او نعرمر. تعالى بقى نفهم الاثنين دول وتفاصيلهم في منتهى الاهميه. بس انا عايزك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. تمام كده. صلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في سرك، تكتب في التعليقات ينوبك ثواب، تدعم الفيديو بالتعليق، وفي نفس الوقت تاخد ثواب، واحنا كمان ناخد ثواب، واللي يقراه بياخد ثواب. تمام. ما تنساش تدعم القناه، لايك وتعليق جميل زيك. ويلا بينا نخش كده على النقوش ونشوف كده ايه حجر باليرمو. بص يا سيدي، حجر باليرمو من النقوش الغائره، يعني ايه؟ محفور. تمام كده. ماشي. هو لوحه من الديوريت الاسود او البازلت الاسود. ماشي، ديوريت اسود. الديوريت ده اتناقش عليه. اتناقش عليه ايه؟ بص، هي اولا هو تم العثور عليها في منف، وهي حوالي 2 متر. ما علينا من شكلها 2 متر ولا 3 متر، مش هتفرق معانا في حاجه. ولكن اعرف انها من الديوريت الاسود. تمام. وعثر عليها في مدينه منف. وخلي بالك منف دي في الوجه البحري، في الوجه الايه؟ البحري، يعني في الشمال. طيب ماشي. موجود عليها ايه؟ اسماء جميع من حكموا مصر منذ عصور ما قبل الاسرات حتى ثالث ملوك الاسره الخمسه. هي ده بقى اللي انا عايزك تحفظها. يبقى انت عندك جمله هتحل لك حاجات كتير، هتحل لك اسئله كتير، هتستعين بقى في الحل. اللي هي ايه؟ حجر باليرمو بيديني معلومات من امتى؟ لازم تعرف الحيز الزمني من امتى لامتى. منذ عصر ما قبل الاسرات حتى الملك الثالث في الاسره الخمسه. عصر ما قبل الاسرات يعني ايه؟ مش فاهم برضه يا استاذ. بص، عصر ما قبل الاسرات يعني قبل توحيد الملك مينا لمصر، يعني قبل الوحده السياسيه الثانيه، يعني قبل الاسره الاولى، يعني قبل توحيد مصر، يعني قبل مصر ما تبقى دوله موحده، يعني من ايام مصر كانت اقاليم، ومن ايام مملكه الشمال ومملكه الجنوب، قبل مصر تبقى دوله واحده. تمام. قبل الوحده السياسيه بتاعت الملك مينا، بيديني معلومات من قبل الوحده. فدي خلي بالك دي معلومات قديمه، معلومات قديمه. لحد امتى بقى؟ لحد الملك الثالث في الاسره الخامسه.
لحد الملك الثالث في الاسره الخامسه، يبقى ده اخرها، اخر حد الملك الثالث في الاسره الخامسه. يبقى هي اتكتبت امتى؟ اتكتبت بعد الملك الثالث في الاسره الخامسه. يبقى هي دي فتره كتابتها، فتره نقش الحجر بعد الملك الثالث في الاسره الخامسه، مش من عصر ما قبل الاسرات، هي بتحكي من عصر ما قبل الاسرات. يبقى تاني، يبقى اسماء جميع من حكموا مصر منذ عصور ما قبل التاريخ، قصدي عصور ما قبل الاسرات. قلنا يعني ايه قبل الاسرات؟ قبل الاسرات يعني قبل الوحده التاريخيه الثانيه، اللي هي بتاعه الملك مينا، قبل توحيد القطرين، قبل توحيد الملك مينا القطرين، قبل الوحده السياسيه الثانيه، قبل الاسره الاولى. تمام، لحد الملك الثالث في الاسره الخامسه. بتديني اسماء الملوك، بتديني بقى احداث زي الحروب، زي اقامه المعابد، انشاء التماثيل الكبيره ذات الاهميه القصوى. طب المعلومات دي اغلبها يا جماعه معلومات سياسيه، حروب واسماء ملوك. هتقولي في معابد، ولكن انا بقول لك الاغلب، الاغلب معلومات سياسيه. لما يجي يسالك يقول لك حجر باليرمو، بيديني معلومات ايه؟ هتقول له معلومات سياسيه عن الحضاره المصريه القديمه. طب بيحكي لي عن انهي اسره؟ بص، هو بيحكي لك عن الاسره الاولى والاسره الثانيه والاسره الثالثه والاسره الرابعه والاسره الخامسه، بس مش الاسره الخامسه كلها، خلي بالك، لحد الملك الثالث في الاسره الخامسه بس. يبقى الاسره الاولى موجوده على حجر باليرمو، الاسره الثانيه موجوده على حجر باليرمو، الاسره الثالثه موجوده على حجر باليرمو، الاسره الرابعه موجوده على حجر باليرمو، الاسره الخامسه ثلاث ملوك بس الاولانيين موجودين على حجر باليرمو. بعد كده مفيش حاجه موجوده على حجر باليرمو في تاريخ مصر، وبتبدا من قبل الاسرات كمان، يعني من قبل الاسره الاولى كمان. تمام كده؟ دي معلومات سياسيه عن تاريخ مصر، وهي اشبه بالحوليات. الحوليات دي اللي بيسرد التاريخ بالترتيب كده باسماء الملوك والفترات الزمنيه. الحوليات هي اشبه بالحوليات. خلاص، يبقى من الديوريت الاسود، من الديوريت الايه؟ الاسود. نقوش غائره، نقوش غائره، ما تتوهش مني، انا عايزك، انا بديك معلومات واستنتاجات، اي سؤال هيقابلك هتحلها بيه. تمام، فانا عايزك تركز معايا وتكتب في الكتاب في ايدك، يكون قلمك في ايدك وكتابك معاك، وتنقل ورايا كل كلمه زياده انا بقولها مش موجوده في الكتاب. تعالى معايا في صلايه نعرمر. يعني صلايه نعرمر بقى من اسمها دي بتاعه الملك مينا. تمام، اهو نعرمر اللي هو مينا. طيب، لوحه من الشيست الاخضر، يبقى هي لونها اخضر مخضر كده، حتى برضو شكلها مخضر، ندي على خضار. تمام، من الشيست الاخضر. مالها؟ ترجع للاسره الاولى سنه 3200 قبل الميلاد. يبقى دي موجوده من ايام الاسره الاولى. اللي عملها اصلا الملك مينا في الاسره الاولى بيخلد ذكرى توحيد البلاد للمره الثانيه على حجر. تمام، وراسم عليها نفسه وهو ماسك الملك بتاع مملكه الشمال وبينتصر عليه وبيضربه بماسك الصولجان كده في ايده بيضربوا عليه. تمام، فهو بيخلد انتصاره، بيوضح عظمته، بيفتخر بنفسه، بيفتخر بعمله، وبيخلد عمله بصلايه نعرمر الملك مينا او نعرمر. تمام، يبقى هي بتخلد لي الوحده السياسيه في الاسره الاولى بس. طب هي بتديني معلومات تانية عن مصر؟ لا، هي الاسره الاولى بس. خلي بالك، هو بيتكلم عن الوحده السياسيه فقط. يعني هي بتخلد لي الوحده السياسيه فقط، المعلومات وحده سياسيه لمصر لما وحد القطرين الملك مينا بس سنه 3200. طب بتديني معلومات عن الاسره الثانيه والثالثه زي حجر باليرمو؟ لا. تمام، الكلام واضح جدا، لا. ماشي. فيها رسوم بارزه من الامام والخلف تشمل الملك مينا وهو يضرب الاعداء ومناظر الجنود واشكال زخرفيه. فانا بقول لك ممكن من خلالها لك مناظر الجنود، يبقى انا بعرف انواع الاسلحه. يبقى انا ممكن من خلال صلايه معرمر اعرف نوع الاسلحه اللي كان بيستخدمها المصريين القدماء. برضو هلاقي ان صلايه معرمر بتديني معلومات سياسيه عن الحضاره المصريه القديمه. يبقى انا هنا في تشابه، حجر باليرمو وصلايه نعرمر دي بتديني معلومات ايه؟ سياسيه، وصلايه نعرمر برضو تديني معلومات سياسيه. وخلي بالك، صلايه نعرمر بتديني الوحده الثانيه لمصر، اللي هي الوحده التاريخيه الثانيه بتاعت الملك مينا لما وحد القطرين. وخلي بالك برضو المعلومه دي موجوده على حجر باليرمو، لان انا قلت لك حجر باليرمو بيديني عن الاسره الاولى برضو، فبالتالي بيديني الوحده السياسيه. يبقى كده الوحده مصر على يد الملك مينا موجوده عندي في حجر باليرمو، وموجوده في صلايه نعرمر برضه. يعني الوحده السياسيه اللي جت على مصر سنه 3200 موجوده في الاثنين، موجوده على حجر باليرمو وموجوده في صلايه نعرمر. تمام، يبقى موجوده في الاثنين، فخلي بالك برضه من نقطه زي دي. تمام، وده طبعا الوجه بتاعها، ده الوجه وده الظهر، وده حجر باليرمو. تمام.
طيب ده بالنسبه للفرق بين حجر باليرمو وصلايت معرمر. يبقى انا ممكن اقول لك شويه تشابهات وشويه اختلافات. صح بقى معايا، ايه التشابه وايه الاختلاف بين حجر باليرمو وصلايت معرمر؟ بص، التشابه بين الاثنين، انا بقول التشابه، الاثنين نقوش، الاثنين نقوش، بالرغم ان ده نقش غائر وده بارز، ولكن الاثنين نقوش. ده تشابه، تشابه. طيب الاثنين مصادر اوليه، يعني ده مصدر اولي وده مصدر اولي، ده تاني تشابه. تالت تشابه، الدين بيديني معلومات سياسيه، ده بيديني معلومات سياسيه عن مصر ودي بيديني معلومات سياسيه عن مصر. الاثنين بيتكلموا عن الوحده السياسيه لمصر على يد الملك مينا، ده بيتكلم عن الوحده السياسيه لمصر وده بيتكلم عن الوحده السياسيه لمصر. ده بيتكلم عن الوحده الاولى ويتكلم عن الاسره الاولى، الاسره الاولى والاسره الاولى. تمام. يبقى دي شويه تشابهات. طب في اختلافات، في اختلافات. اما بالنسبه للاختلافات بقى يا شباب، بالنسبه للاختلاف هتلاقي مثلا عندك حجر باليرمو نقش، يبقى لسه قايلين نقش ايه؟ غائر. اما بالنسبه لصلايه معمر نقش، بس نقش بارز، يبقى ده اختلاف. ده اختلاف. هتلاقي حجر باليرمو اتكلم عن معلومات اكتر عن الحضاره المصريه، واتكلم عن معلومات اقدم عن الحضاره المصريه عن صلايه الملك مينا. تمام. يعني اللي بيديني معلومات قديمه اقدم وبيديني معلومات اكتر هو حجر باليرمو، هو حجر ايه؟ باليرمو. تمام كده. اما الذي نقش اولا، يعني اللي اتصنع الاول ونقش في الاول، هو صلايه الملك مين؟ صلايه الملك مينا. في فرق، يعني بص من الاخر كده، لما يجي يسالك يقول لك مين فيهم نقش اولا، حجر باليرمو ولا صلايه نعرمر؟ اللي اتنقش الاول صلايه الملك نعرمر، دي اقدم او نقشت اولا. ليه بقى؟ لان دي نقشت في الاسره الاولى. اما حجر باليرمو قلت لكم اتنقش ايام من بعد الملك الثالث في الاسره الخامسه. يبقى مين اللي اقدم؟ اللي اتعمل في الاسره الاولى ولا اللي اتعمل في الاسره الخامسه؟ طبعا اللي اتعمل في الاسره الخامسه اقدم، لان انا بحكي التاريخ، بحكي الماضي. هو اتعمل منذ عصور ما قبل الاسرات حتى الملك الثالث في الاسره الخامسه. تمام. طب ازاي يحكي لحد الملك الثالث في الاسره الخامسه؟ يبقى اكيد عاصر، يعني كان موجود بعد الملك الثالث او ايام الملك الثالث في الاسره الخامسه، فعشان كده بيكتب عنه وبيكتب بقى عن القديم كله لحد منذ عصر ما قبل الاسرات. يبقى هو مكتوب المعلومات على حجر باليرمو من ايام اللي هي بعد الملك او اثناء الملك الثالث في الاسره الخامسه، حجر باليرمو منقوش. اما صلايه نعرمر بتجسد الاسره الاولى او الوحده الاولى لمصر، فهي معموله ايام الوحده الاولى لمصر، قصدي الوحده السياسيه، اسف، الثانيه اللي هي بتاعت الملك مين. خلاص. فده بالنسبه للاقدم. يبقى الاقدم صلايه ايه؟ نعرمر. اما لما يقول لك بيديني معلومات اقدم، هنا بقى تفرق، معلومات اقدم ومعلومات اكتر، لا ده موجود على حجر ايه؟ باليرمو. خلاص كده. طيب ده بالنسبه للجزئيه دي. عندنا هنا سؤال بيقول لك يتمثل العامل المشترك بين حجر باليرمو، العامل المشترك يعني عايز تشابه، عايز تشابه بين حجر باليرمو وصلايه نعرمر. طيب وصف المعابد لا، نوع النقوش لا. هتقول لي نوع النقوش ايه؟ ما دي نقوش ودي نقوش، لا احنا قلنا دي نقش بارز ودي نقش غائر، يبقى نوع النقش مختلف. طيب التاريخ للاسره الفرعونيه الاولى، الاثنين كتبوا عن الاسره الاولى، اللي هي الاسره الاولى اللي هي عندك صلايه نعرمر، صلايه الملك نعرمر كتبت الوحده السياسيه في الاسره الاولى. طيب وحجر باليرمو ما قلت لك بيدي الاسره الاولى والاسره الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه لحد الملك الثالث. يبقى التاريخ يعني الكتابه، كتابه الاحداث موجوده في الاسره الاولى، الاثنين. طب اسماء الملوك المدونه لا طبعا مش متشابهه، طبعا ما تنفعش. خلاص. يبقى ده بالنسبه للجزئيه دي. تعالى بقى عندك البرديات رقم 3، البرديات. الايه؟ البرديات. بالنسبه للبرديات يا شباب، لواء مصنوعه من ورق البرد، قصدي من نبات البرد، مصنوعه من نبات الايه؟ البرد. ماده موثقه مكتوبه على لفائف من الورق المصنوع من نبات البرد. مصدر خصب للحضاره. وخلي بالك دي برديه ايبرس او ايبرس، هي اقدم مخطوطه علميه عثر عليها في مصر. بتديني معلومات عن الحضاره المصريه بس تخصصهم في الطب. تمام. بتديني معلومات طبيه، معلومات عن الادويه والتشريح وغيره. عشان كده اقول لك برديه ايبرس في مجال الطب ترجع اهميتها، اقدم مخطوطه علميه. تمام الكلام. تعد مرجعا مهما لامراض البطنه والعيون والجلد والاطراف والنساء وبعض الجراحات، يعني تدل على التخصص.
ده غير ان هي اصلا متخصصه في مجال الطب، وتضمن بعض المصطلحات الخاصه بالتشريح الفسيولوجي والعلاج. يعني برضو بتتكلم عن العلاج والامراض والادويه، الامراض والادويه، فهي كده مرتبطه بالطب ومرتبطه بالادويه ومرتبطه مثلا بالكيمياء، ومرتبطه على فكره بالصناعه. يعني ممكن يجي يقول لك ايه، برديه ابرز تدل على تقدم المصريين في ايه؟ بالطب. طب لو مش الطب مش موجوده تنفع الكيمياء، تقدم المصريين في علم الكيمياء. طب لو الكيمياء مش موجوده ممكن تنفع الصناعه. طب والصناعه ليه يا استاذ؟ اللي هي صناعه ورق البردي، المصريين اشتهروا بصناعه ورق البردي وتجارته، وكانت مصر الدوله الوحيده اللي بتصدر ورق البردي للخارج. يعني مصر الدوله الوحيده في العالم اللي كانت بتصدر ورق البردي في الخارج. فهنا مصر وصلت الى العالميه. فالبرد كان مهم جدا. فالبرد مش كان اي حد بيستخدم البرد، لدرجه ان المصريين لما كانوا بيستخدموا ورق البرد بيستخدموه في حاجتين اتنين: يا اما في المجالات العلميه، تمام، يا اما في المجالات الدينيه. فكان مرتبط بالجانب العلمي والجانب الديني. فبرضه خلي بالك من المعلومه دي، البرديات في مصر قديما كانت مرتبطه بالجوانب العلميه والجوانب الدينيه. الجوانب العلميه والجوانب الدينيه يعني ايه؟ يعني مثلا علوم زي برديه ايبرس كده، او التعليم في المراحل المتقدمه اللي هو التعليم العالي مثلا زي دلوقتي كده، تمام، يبقى المراحل العلميه المتقدمه، المجالات الطبيه او المجالات العلميه بشكل عام كان في برديات بيكتب عليها، ماشي. كذلك الدين، تمام، لفائف من نبات البرد عليها كتابات دينيه زي ما هناخدها برضو قدام، تمام، زي كتاب الموتى وغيره. يبقى عندنا البردي له استخدامين اتنين عند المصريين القدماء. ده غير التجاره ان هم كانوا بيتاجروا بيه، وكانت الدوله اللي بتصدره الوحيده في العالم هي مصر. ورق البردي كان يستخدم في المجالات نقط ونقط في مصر: المجالات العلميه والمجالات الدينيه. المجالات العلميه والمجالات الدينيه. حتى المراحل الاولى من التعليم ما كانش بيكتب عليه، لان صعب انك تكتب وتمسح. كان صعب انك تمسح اللي عليه، تمام، لما كان يكتب عليه صعب انك تمسح، فلذلك ما كانش يستخدم الا في المراحل المتقدمه من التعليم. المراحل المتقدمه فقط من التعليم، او المجالات العلميه المتقدمه زي مجال الطب برديه ايبرس كده، والمعابد في المجالات الدينيه. هي دي استخدامات ورق البرد. وكان يصدر، فما كانش سلعه هينه، ما كانش سلعه بسيطه، كان سلعه مهمه جدا في مصر القديمه، ومش اي حد كان بيستخدمها، تمام. ويقول لك برديه ايبرس او برديات تدل على معرفه المصريين مجال التخصص، خاصه التخصص في مجال الطب، تمام، وتدل على تقدم المصريين في علم الطب او علم الكيمياء او تقدم المصريين في الصناعه. يقول لك البرديات تدل على وصول مصر للعالميه. العالميه يعني ان احنا كنا الدوله الوحيده اللي بنصدره لكل دول الايه؟ العالم في ذلك الايه؟ الوقت. خلاص فهمنا البرديات ولا فيها اي حاجه؟ برديه ايبرس. بعد كده طبعا مصر الدوله الوحيده اللي بتصدره، قلنا الكلام ده، ورق البردي، ماشي، تمام. تعالى بعد كده الاستراقه بقى. ايه الاستراقه؟ هي ايه الاستراقه دي؟ الاستراقه يا جماعه هي عباره عن شقفات من الفخار او من الحجاره كان يكتب عليها. يعني المصريين كانوا بيستخدموها، كانوا بيكتبوا عليها. شقفات يعني كسرات، كسرات من الحجاره والفخار. ولما اجي اقول لك كسرات من الفخار والحجاره من الفخار، يبقى انا بتكلم على الطامي، يبقى انا بتكلم على نهر النيل، يبقى انا بتكلم على البيئه الفيضيه. البيئه الايه؟ الفيضيه. عشان ممكن يجي يقول لك ايه، كان للبيئه الفيضيه دور في مصادر دراسه الحضارات في مصر، في المصادر التاريخيه. هل البيئه كان لها دور في المصادر التاريخيه في مصر؟ اه. البيئه الفيضيه اللي هي الانهار، اللي هو الطمي، الاستراقه، فكانوا بيستخدموها المصريين للكتابه عليها. هقول لك بيكتبوا عليها بقى ايه دلوقتي، تمام، ولكن يبقى كده مصدر من مصادر دراسه الحضارات اهو. الاستراقه مصنوع من طمي النيل اللي هو الفخار، تمام كده، تمام. استخدامها كل من الطبقه الوسطى والطبقه الفقيره للكتابه عليها. يبقى هنا الطبقتين الاثنين دول بس اللي كانوا بيستخدموها، الطبقه الوسطى والطبقه الفقيره. ليه؟ لانها كانت متوفره، في حين ان ورق البرد مش متوفر. ورق البرد يا جماعه بيتاجر بيه، بيتباع. مصر اكبر دوله في العالم بتبيعه، فبالتالي سلعه مش بسيطه، سلعه مش هينه، سلعه كانت سلعه قيمه وسلعه مهمه. فمش اي طبقه هتستخدم ورق البرد. ده غير ان قلت لك صعب انك تمسح عليه، فبالتالي لازم يبقى في حل، لازم يبقى في بديل للطبقه الوسطى والطبقه الفقيره. فكانوا بيستخدموا الاستراكه بقى. فعشان كده بقول لك ان الاستراكه كانت حل لمشكله اقتصاديه، كانت حل لمشكله اقتصاديه. يبقى لما يجي يقول لك نقط كانت حل المشكله الاقتصاديه الاستراكه. ليه بقى؟ لان ما كانش معاهم يجيبوا ورق البرد، ما ينفعش نجيبه، صعب ان هم يجيبوه، فكانوا بيكتبوا الاستراكه وخلاص. الطبقه الوسطى والطبقه الايه؟ الفقيره. حتى يجي يقول لك ايه، الاستراكه مرتبطه بالجوانب الاجتماعيه، الجوانب، او بتعكس لي الجوانب الاجتماعيه للحضاره المصريه القديمه. ليه بتعكس لي الجوانب الاجتماعيه للحضاره المصريه القديمه؟
لان اللي كان بيستخدمها الطبقه الوسطى والطبقه الفقيره. طب وبتدل برضو على وجود فوارق اجتماعيه في المجتمع المصري القديم. تدل على برضو على ايه؟ وجود فوارق اجتماعيه في مصر قديما. يعني في الهرم الاجتماعي في فوارق، في ناس فوق وناس في النص وناس تحت. فاللي كان بيستخدمها هم الناس في الطبقه الوسطى والطبقه الدنيا العامه، هم دول كانوا بيستخدموها، اما الاغنياء لا. تمام كده؟ يبقى لانها صعب انك تلاقي ورق البردي او صعب الحصول على ورق البردي، فبيستخدموا اللي قدامه بديل. فهنا بقول لك نجح المصريين في استخدام البدائل، وظهر ذلك في نقط. استخدام البدائل يبقى الاستراقه بديل ورق البردي، يبقى حل لمشكله النقط، حل لمشكله اقتصاديه. مصنوعه من الفخار يعني من طمي النيل، يعني من نهر النيل، يعني من البيئه الفيضيه. تمام، كلام سهل جدا اهو، ما فيهاش اي مشكله، وبتعكس لي الجوانب الاجتماعيه. ليه؟ لانها مرتبطه بالطبقه الوسطى والطبقه الفقيره. طب استخداماتها يا استاذ بقى، تعال نخش كده على الاستخدامات. بص، هو بيقول لك كانوا بيستخدموها في الكتابه، هي سهله ومتوفره ومش عارف ايه الكلام ده كله قلناه. في الحياه اليوميه بيستخدموها في حياتهم الايه اليوميه، تحرير الايصالات والخطابات والتدريب على الكتاب. يعني هي مرتبطه بالناحيه الثقافيه، مرتبطه بالناحيه نقط الثقافيه. ليه؟ انا بقول لك بيتعلموا عليها الكتابه، يعني مرتبطه بالجوانب العلميه في مصر قديما. والايصالات جانب اقتصادي، فاحنا برضو لسه قايلين برضو فوق مرتبطه بالجوانب الاقتصاديه. معيش اجيب البرد، معيش، ما عنديش امكانيات اجيب البردي، يعني مرتبطه بالجانب الاقتصادي. حتى تحرير الايصالات برضو جانب اقتصادي. الحياه الاجتماعيه لان الطبقات الاجتماعيه الوسطى والفقيره بتستخدمها. الحياه العلميه، الحياه العلميه لان بيستخدموها في التدريب على الكتاب. تمام، يبقى ده بالنسبه للاسطراقه في مصر قديما، سهله خالص اهي. طيب تكتب الكلام اللي انا بقوله، الدنيا تبقى معاك تمام، ومفيش سؤال واحد هيقف قدامك. تمام، الكلام كتير يا جماعه، فعشان كده عايزين نلخص بس في الفيديو عشان ما يطولش قوي اكتر من ما هو طويل اصلا. فركز معايا في الفيديو. بعد كده النقود والمسكوكات. النقود والمسكوكات، ايه النقود والمسكوكات دي؟ اللي هي العمله. طيب العمله اللي هي ايه؟ النقود والمسكوكات لانها تساك. تمام، تساك، فدي اسمها عمله او نقود او مسكوكات، هو كلها في الاخر واحد. تمام كده؟ طيب قطعه معدنيه تحمل ختما من السلطه العامه. يبقى دي قطعه معدنيه بتحمل ختم من مين؟ من السلطه العامه. السلطه العامه اللي هي الحكومه او الدوله، او الدوله بتختم العمله. الدوله بتختم العمله زي ختم الجمهوريه مثلا كده، ماشي؟ لضمان وزنها ودرجه نقائها، عشان نضمن وزنها ودرجه نقائها. يعني مثلا العمله لازم تطلع كلها وزن واحد، ودرجه نقاء من المعدن واحده. يعني مثلا نسبه الذهب فيها واحد، او نسبه الفضه فيها واحد. تمام، فما ينفعش حاجه تبقى مره عمله نطبعها تبقى اتقل من عمله ثانيه، لا لازم يكونوا زي بعض. فعشان كده بقول لك لضمان نقائها من المعدن ودرجه وزنها ونقائها. فلما يجي يقول لك بقى كانت تختم لتحقيق اهداف نقط، يجي لك سؤال كده في التعريف اهو، كانت قطع المعدنيه تختم لتحقيق هدف نقط، هتقول هدف اقتصادي. هدف نقط، هدف اقتصادي، اللي هو ايه؟ اللي هو ضمان وزنها ودرجه نقائها. هو ده هدف اقتصادي، بحقق هدف اقتصادي. طيب النقود والمسكوكات مصدر اولي. انا ممكن من خلال النقود والمسكوكات دي اعرف شويه حاجات كتيره جدا عن الحضارات. يعني مثلا زي ايه؟ بص، نوع المعدن. يعني مثلا انا لقيت عمله ذهب، يبقى الحضاره دي كانت حضاره متقدمه، او الدوله دي كانت دوله متقدمه. ليه؟ ان هم لدرجه عاملين العمله ذهب. فمن خلال نوع المعدن اللي مصنوعه منه العمله بتعرف على الاحوال الاقتصاديه، بتعرف على الاحوال الاقتصاديه من خلال نوع المعدن. طيب ماشي، من خلال مثلا النقوش. انا مش لو مسكت جنيه كده، جنيه فضه، بلاقي مكتوب عليه جمهوريه مصر العربيه، ومكتوب عليه التاريخ بتاع الصناعه بتاعته. يعني مثلا لو لقيت جنيه ممكن تلاقيه مكتوب عليه 2017، 2025، 2015، مكتوب على الجنيه الفضه اللي في جيبي دلوقتي وجيبك. تمام. طيب ايه المعلومات دي؟ دي معلومات سياسيه، دي معلومات سياسيه. وبعرف من خلالها الفترات التاريخيه واسماء الملوك والحكام. ليه؟ انا دلوقتي لما الاقي العمله مكتوب عليها 2015، كده انا عرفت الفتره التاريخيه، عرفتها. ليه؟ ما هي سنه 2015 يعني في العصور المعاصره. طب لو لقيت عمله مكتوب عليها مثلا 1900، يبقى في العصور الحديثه، وهكذا. طيب صوره لقيت عليها الملك فاروق، عمله لقيت مكتوب عليها الملك فاروق وصورته، يبقى انا كده عرفت الصوره دي الملك فاروق، وعرفت ان مصر يا معلم كده ملكيه، نظام الحكم ملكي. طب لما اقول لك سلطنه مصر، سلطنه مصر، يبقى النظام كان سلطانيه. سلطنه يعني. تمام. طيب يبقى كده مصر كانت سلطنه، تمام، واللي بيحكمها سلطان. فكده انا باخد معلومه سياسيه. دلوقتي انا لو جبت الجنيه هتلاقي مكتوب عليه جمهوريه مصر العربيه،
يبقى مصر دلوقتي ايه؟ نظام الحكم فيها جمهوري. طب ودي معلومه عاديه؟ لا، دي معلومه سياسيه. ليه؟ لان انا كده بعرف النظام الحكم شكله ايه. يبقى كده العمله بعرف النظام السياسي ومعلومات سياسيه والحكام من خلال النقوش، من خلال النقوش اللي منقوشه على العمله. اما من خلال نوع المعدن بعرف الاحوال الاقتصاديه. وفي نقطه كمان يجي يقول لك من خلال جوده النقش بتعرف على الاحوال الثقافيه والعلميه. تمام؟ يعني بقول لك من خلال جوده النقش بتعرف على الاحوال الثقافيه او الاحوال الفنيه للحضارات. للحضاره، اي حضاره، بس من خلال جوده النقش، مش النقش نفسه، مش ايه اللي مكتوب، مش ايه اللي منقوش، لا، من خلال جوده النقش. يعني منقوش حلو ولا لا؟ الصنعه دي والخط بقى المنقوش ده حلو جيد، يبقى الحياه الفنيه او الثقافيه حياه جيده. تمام؟ يبقى بعرف العصور التاريخيه من خلال صور الملوك. تمام؟ الاحداث السياسيه والكتابات طبعا بتعرف من خلال النقوش والكتابات. الحاله الاقتصاديه من خلال العمله، المعدن اللي مصنوع من العمله. سهله خالص، هي كل الكلام ده احنا قلناه. في سؤال نحله مع بعض كده: تساعد النقود والمسكوكات على دراسه الوضع الاقتصادي. اهو الاقتصادي، يبقى طالما قال لك اقتصادي يبقى من خلال نوع المعدن. نوع المعدن. يبقى من خلال الرموز والاشكال لا، صوره الحاكم لا، الماده المصنوعه اهي، الماده المصنوع منها العمله. نشوف العمله دي مصنوعه من ايه؟ ذهب، يبقى الاحوال الاقتصاديه كويسه. اقل بقى تبقى اقل، وهكذا. بعد كده كتابات المؤرخين يا جماعه، عندك مانيتون وهيرودوت. مانيتون وهيرودوت. مانيتون ده مصري من سمنود، وهيرودوت يوناني مش مصري. مانيتون ده اللي قسم تاريخ مصر ل 30 اسره اللي احنا قاعدين ندرس فيهم دول. الاسره الاولى، الثانيه، الثالثه، هم 30 اسره. مين اللي قسم تاريخ مصر ل 30 اسره؟ مانيتون. تمام؟ مصري، راجل مصري، انتاج محلي يعني. تمام؟ القطع الغير متوفره. اما بالنسبه لهيرودوت، لا، ده مش مصري، ده يوناني. حلو الكلام. يبقى مانيتون السمنودي اول مؤرخ مصري قام بكتابه تاريخ مصر، ال 30 اسره كلهم. طيب هيرودوت مؤرخ اغريقي زار مصر وكتب عنها في كتاب اسمه تمحيص الاخبار. كتب في الجزء الثاني عن مصر. حلو الكلام، ماشي. كتب عن جغرافيتها وتاريخها ومدن مصر. تمام؟ والاحداث التاريخيه اللي مرت على مصر. كتب كل حاجه عن مصر. كتب عن مناخ مصر وجغرافيه مصر ومدن مصر وتاريخ مصر وحكام مصر. كتاب اسمه تمحيص الاخبار. اسمه ايه؟ تمحيص الاخبار. كتاب تمحيص الاخبار اللي كتبه هيرودوت. اسمه ايه؟ هيرودوت. وخلي بالك هيرودوت ده اللي هو ايه؟ اللي بيقول لك مصر هبه النيل. مش تسمع مصر هبه النيل ونقول له لا، مصر مش هبه النيل يا معلم، مصر هبه النيل والمصريين. لازم نصحح له. تمام؟ بقى هيرودوت يوناني. في سؤال يجي يقول لك ما العلاقه بين حضاره اليونان والتاريخ المصري؟ تمام؟ ممكن يجي لك سؤال يقول لك ايه؟ ما العلاقه بين حضاره اليونان والتاريخ المصري؟ انت عندك هيرودوت. هيرودوت يوناني كتب عن التاريخ المصري. هيرودوت يوناني كتب عن التاريخ المصري في كتاب تمحيص الاخبار في الجزء الثاني. كتب عن تاريخ مصر وجغرافيه مصر ومناخ مصر واوضاع مصر الاقتصاديه والاجتماعيه كله. تمام؟ يبقى ده بالنسبه لمين؟ لكتابات المؤرخين القدماء. دول مؤرخين قدام كتبوا عن مصر. الاثنين مصادر اوليه، الاثنين مصادر اوليه. طيب تعالى بقى معايا كده المصادر الثانويه نشوفها بقى سريع سريع كده، ما فيش حاجه اصلا. المصادر الاوليه كده خلص. تعالى على المصادر الثانويه. عندك المصادر الثانويه اللي بنسميها المراجع. قلنا مؤلفات كتبت بعد مرور سنين من وقوع الحدث واعتمدت في كتابتها على المصادر الاوليه اللي هي الاصليه. احنا كمان قلناها في اول الحصه، قلنا المصدر الثانوي اللي كتب بعد وقوع الحدث بسنين. يعني بعد الحدث بسنين بنكتب. يعني مثلا انا دلوقتي بكتب عن ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، انا دلوقتي بكتب عن الحرب العالميه الاولى، انا دلوقتي بكتب عن الحرب العالميه الثانيه، انا دلوقتي بكتب عن الاحتلال البريطاني لمصر. طبعا بقاله سنين كتير جدا، فيعتبر كتاباتي مرجع مش مصدر، يعني مصدر ثانوي. تمام كده؟ طيب مميزاتها متوفره وسهل الحصول عليها، بديل عن المصادر الاوليه المفقوده. لان احنا قلنا المصادر الاوليه صعب ان انا الاقيها. تشمل البحوث والمقالات العلميه وكتابات المتخصصين والباحثين لم يعاصروا الحدث. يعني ما عاصرش الحدث. منها كتابات الفلاسفه والشعراء والاساطير اللي احنا هنتكلم عنهم دلوقتي. ركز بقى معايا، الكلمتين دول مهمين جدا. كتابات الفلاسفه. طبعا الفلاسفه ثلاثه، وخلي بالك الثلاثه دول من اليونان. الثلاثه دول من اليونان. الفلاسفه سقراط اهو،
وارسطو وافلاطون. الثلاثه يونان، اللي هي حضاره الاغريق. الثلاثه حضاره بلاد الاغريق، حضاره اليونان يعني. ماشي. عندك كتابات الشعراء زي هوميروس والإلياذة والأوديسا، مؤلف الإلياذة أو ملحمة الإلياذة والأوديسا. يبقى كتابات الشعراء الشاعر الإغريقي هوميروس، صاحب الإلياذة والأوديسا، اسمها ملحمة الإلياذة والأوديسا، التي تعد مصدر تاريخي للمعلومات السياسية والاقتصادية والحضارية لبلاد اليونان. يعني الإلياذة والأوديسا بتديني معلومات سياسية واقتصادية وحضارية عن حضارة اليونان أو الإغريق، عن حضاره اليونان او الاغريق. تمام. وبتدينا عن حضاره اليونان بس، يعني ملهاش علاقه بمصر اصلا. تمام. مصدر ثانوي مش مصدر اولي، يعني ده شعراء شعر. تمام كده. طيب زي هوميروس اهي الالياذه والاوديسا، اسمها الالياذه والاوديسا. آه عندك الاساطير اخر حاجه. الاساطير طبعا كلمه اساطير اللي هي الحاجات اللي ايه اللي فيها جرح كتير بقى، اللي فيها فشر كتير. تمام. الاساطير اسطوره، يعني حاجه غير حقيقيه، يعني غير حقيقيه، يعني فيها ايه؟ فيها خيال. زي مثلا تعكس للتراث الشعبي ومصدر ادبي مهم، بيعكس لي الجوانب الاجتماعيه والسياسيه. وخلي بالك بقى من حته ان هي بتعكس لي الجوانب الاجتماعيه والسياسيه دي ليه؟ لان انا كده خدت اتنين بيعكسوا لي الجوانب الاجتماعيه. يعني انا خدت الاسطوراكه بتعكس لي الجوانب الاجتماعيه، والاساطير بتعكس لي برضه الجوانب الاجتماعيه. يبقى لما يسالك ايه القاسم المشترك بين الاساطير والاسطوراكه، الاثنين بيعكسوا لي الجوانب الاجتماعيه للحضاره المصريه القديمه. الاثنين بالرغم ان ده مصدر اولي وده مصدر ثانوي، ولكن الاثنين بيدوني معلومات عن الحضاره المصريه، والاثنين بيعكسوا لي الجوانب الاجتماعيه عن الحضاره المصريه. طيب من امثلتها قصه ايزيس واوزوريس في مصر، وقصه الطوفان في العراق. طبعا دي اساطير يا جماعه، اسطوره الطوفان في العراق واسطوره ايزيس واوزوريس في مصر. طبعا انتوا عارفين ايزيس واوزوريس كانت موجوده في مصر، قصه ايزيس واوزوريس وست ونفتيس. اما طوفان دي في العراق، اللي هي بلاد بين النهرين، بلاد بين النهرين او بلاد الرافدين، اللي هي بلاد العراق. قامت فيها حضاره هناخدها في الترم الثاني بقى ان شاء الله. عندهم اساطير اسمها اسطوره الطوفان. فعشان كده ساعات يجي يقول لك ايه القاسم المشترك من مصادر دراسه الحضارات في الشرق القديم. يعني حاجه موجوده مشتركه في حضارات الشرق القديم. عندك الاساطير تنفع، الاساطير تنفع طبعا في حاجات تانية، ولكن الاساطير بالمره اهو. عندنا اسطوره الطوفان في العراق واسطوره ايزيس واوزوريس في مصر، يبقى مصر فيها اساطير والعراق فيها اساطير. الاساطير او الشعراء او الفلاسفه تحديدا، يعني الشعراء والفلاسفه لو عصروا الحدث فهم برضو مصدر ثانوي. هم برضو مصدر ثانوي مش مصدر اولي. ازاي يا استاذ؟ مش انت بتقول اللي بيعاصر الحدث يبقى مصدر اولي؟ اللي بيعاصر الحدث مصدر اولي، بس الشعراء والفلاسفه لو عصروا الحدث مصدر اولي، مصدر ثانوي برضه، ما ينفعش يبقى مصدر اولي. ايش معنى؟ لان كتابات الشعراء والفلاسفه تتسم بالمبالغه والخيال وعدم الموضوعيه. تتسم بالمبالغه والخيال وعدم الموضوعيه، يعني ما بيكتبوش الكلام بموضوعيه بدقه يعني. الخيال عندهم خيال طبعا، بيسرحوا فيه ويقعدوا يكتبوا ويالفوا، خصوصا الشعراء والفلاسفه. طبعا الفلاسفه معروفين بيتفلسفوا، والشعراء بيقعدوا بقى عشان يظبطوا الدنيا بيبوظوا التاريخ، فالمعلومات ما تبقاش دقيقه. هي مصدر بس مصدر ثانوي، حتى لو عصر الحدث برضه يظل مصدر ثانوي. فدي اخر معلومه في الدرس معانا النهارده. فكده قلنا 3 مصادر ثانويه و6 مصادر اوليه. اتمنى يا رب الناس تكون استفادت. كده الدرس خلص في محاضره واحده. اتمنى يا رب تكون استفادت وذاكرت ورايا ونقلت كل كلمه زياده، واي سؤال قلته يا ريت تكون كتبته ورايا. اتمنى يا رب الناس تكون ذاكرت، يعني ايه، بنذاكر كويس اليومين دول، ومش عايزين نراكم ورانا حاجه عشان نخلص بدري بدري كده والدنيا تبقى تمام. وكل ما تحل اكتر كل ما المعلومه تثبت في دماغك اكتر وتتعود على الاسئله والامتحانات. فانتظرني بقى في الفيديو الجاي، هنحل على الدرس ده ان شاء الله من كتاب الامتحان. وتنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو، وتعمل تعليق جميل زي كده في التعليقات، حتى لو هتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. تمام لكم كلكم بالتوفيق يا رب، وانتظرني فيديو جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.